أعادت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبي الأمن والاستقرار إلى ناحيتي أبو قصايب وتل غزال بريف القامشلي بعد أن قضت على العشرات من إرهابي تنظيم داعش. وذكر مراسل سما في الحسكة أن أعدادا كبيرة من هؤلاء لاذوا بالفرار بعد إيقاع عشرات القتلى في صفوفهم وتدمير عدد من آلياتهم وأسلحتهم. جنوب مدينة القامشلي بقرابة 50 كيلومترا الجيش يوسع نطاق سيطرته ويقيم متاريس التثبيت. وحدات عسكرية ممن تحترف قتال الصحراء والمساحات المفتوحة أعادت الأمن والاستقرار إلى ناحيتي أبو قصايب وتل غزال بالتعاون مع قوات الدفاع الوطني. العمليات التي جرى سياقها عبر عدة محاور أفضت إلى هروب مجموعات داعش الإرهابية بعد أن شلت الضربات النارية المركزة تجمع موجتهم البشرية وفتتتها في سياق عمليات خلخلة متاريسهم وإحداث فجوات كبيرة في صفوفهم حولتهم إلى مجموعات مشتتة تحاول الحفاظ على آليتها التي دمر أغلبها. البلدتان شهدتا على مدى يومين عمليات أفضت إلى مقتل قرابة 70 إرهابيا بعد عمليات مماثلة للجيش شملت تأمين قرى الريف الجنوبي الشرقي لمدينة الحسكة. عمليات القامشلي ترتبط بتعزيز الطوق الأمني في محيط مدينة الحسكة أيضا التي تترابط مع القامشلي جغرافيا. سيطرة الجيش مكنته من تركيز نقاط استناد متقدمة له وبمسافة تصل إلى عمق 15 كيلومترا جنوبا وشرقا و20 كيلومترا غربا عن الحسكة أيضا. نقاط الاستناد هذه ستمكنه أيضا من قطع معظم طرق الإمداد لهم في الريف المحيط بالمدينة والحد من حركة داعش مستخدما وسائط نارية مختلفة ومقتربا بذلك من السيطرة على معبر سبع سكور المنفذ الوحيد المتاح لتتحرك داعش بين الريفين الشرقي والجنوبي المحيطين بمدينة الحسكة.